رضا الوالدين. ومن أرضى والديه رضي الله عنه. وكم من ابن بار فتحت أبواب السماء لدعوات مستجابة من والديه. وكم من ابن بار فتح الله أبواب الخير في وجهه لما أرضى الله في والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه وسخط الله على من أسخط والديه. قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فمن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين. والله تعالى إذا أراد أن يسعد الإنسان جعل قلبه معلقا برضا والديه، فإذا كان أحياء نظر إليهما نظرة الرحمة فرحمهما عند المشيب والكبر، ورزقه الله انكسار القلب وهو يرى والده في آخر هذه الدنيا ضعيفا سقيم كبيرا، فألهمه بره والإحسان إليه، ونظر إلى أمه وهي ضعيفة سقيمة في آخر أعتاب هذه الدنيا فأحبها من كل قلبه، واشتغل ببرها بسائر جوارحه، ينتظر رضاها الصباح والمساء والعشي والإبكار حتى يتأذن الله له بتمام الرضا. فكم من حوادث وكم من وقائع رأى أهلها السعادة بفضل الله وحده ثم ببر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة، حتى ولو كان أمواتا، فإن كثرة الترحم على الوالدين والاستغفار للوالدين والصدقة عن الوالدين فإنها من أسباب السعادة. ولذلك قال الرجل: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ من رحمة الله أنه لم يقفل عليك هذا الباب الكريم وهو رضا الوالدين حتى بعد موتهما. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والله لن ترى عبدا يبر والديه من أهل الإيمان إلا وجدته سعيدا قرير العين عن الله جل جلاله. فمن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين. وإذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده في أولاده، فرأى قرة العين في الولد بصلاح الولد، وهذا إنما يكون بكثرة الدعاء للأولاد بالصلاح، أن يرزقهم الصلاح والاستقامة على الخير والفلاح. قال الله عن عباده الصالحين: ربنا هب، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قرة العين، وأن يجعل ما وهب من الأولاد سعادة لنا ولكم في الدنيا والآخرة، فإن الولد من أعظم أسباب السعادة. وإذا أردت أن ترى السعادة في الولد فانظر إلى الولد الصالح، فإنك إن نسيت الله ذكرك، وإن ذكرت الله أعانك، وإذا كنت على طاعة ثبتك. الولد الصالح بهجة الدنيا وسرورها وأمنية الأخيار والصالحين. ولذلك قال الله عن نبيه لما سأل الله فقال: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولا تطيب الذرية إلا بالصلاح والاستقامة على الخير والفلاح، ولكن من الآن تجتهد في تربيته ودعوته على الخير، لأنك إن أقمته على طاعة الله من صغره أقر الله عينك في كبره. من تعب الآن في أمر أولاده بالصلاة وتحبيبهم في طاعة الله والتقوى والزكاة أقر الله عينه في الكبر. فمن أخلص لله في الصغر مع أبنائه أقر الله عينه عنهم في كبره. ومن تساهل معهم وتركهم فكما ضيع حق الله فإن الله يضيعه في ولده. ووالله لن ترى والدا ولن ترى والدة تقصر مع أبنائها وبناتها في أمرهم بطاعة الله وحثهم على مرضاة الله سبحانه وتعالى إلا جاء اليوم الذي يبكي فيه كل واحد منهما بكاء الندم والألم. ولذلك
قل أن تجد والدين فرطا أو ضيعا إلا وجدت الأولاد يعقون عند الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. فالحرص على تربية الأبناء، فمن أسباب السعادة للأولاد تربيتهم على الخير وأمرهم بالصلاة والطاعة والخير والبر. يقول بعض العلماء إن الولد من الصغر إذا تعود أنك تأمره وتحثه على الصلاة وأصبح في كل يوم 5 مرات وأنت تقف على رأسه وتتابعه في صلاته وعبادته، أصبح عنده شعور لا يزول إلى الأبد بالذل لك والسمع والطاعة والائتمار بأمرك. ولذلك قل أن تجد ذرية يحافظ والداها على الأمر بالخير إلا وجدتهم عند الكبر مطيعين محبين ممتثلين يهابون الوالدين، لأن الله لا يجزي بالإحسان إلا الإحسان. ومن وفى لله في نعمة الولد وفى الله له وأقر عينه عاجلا وآجلا.